كفايه سلق وتحمير، واعملي الطريقه دي تسويه واحده في صينيه واحده هتعجبكم ان شاء الله. بطريقه سهله وبسيطه هنعمل صينيه بطاطس بالفراخ بطريقه جديده وتتبيله جديده، وهقول لكم كل الاسرار اللي تطلع معاكم زي المشويه واحلى كمان. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. متنسوش اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه، وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني، وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. معايا سويت كورن او الذره، هسلقه كده في ميه وملح زي ما انتم شايفين. انا لما الميه غلت كنت حاطه فيها ملح، وهحط قطعه الطريقه العاديه، عايزين تسيبوه زي ما هو براحتكم. هسيبه لحد ما يستوى معايا، لما اجسه كده هلاقيه استوى. تعالوا بقى نعمل التتبيله الخطيره للفراخ، هتنفعكم قوي لو انتم حابين كمان تعملوا فراخ كامله مشويه. حطيت الملح على حسب الرغبه، وفلفل اسود من كل حاجه تقريبا معلقه، ومعايا جنزبيل زي ما قلت لكم كل حاجه معلقه التوابل اللي معايا دي معلقه صغيره، وزعتر. جربوا الزعتر مع الفراخ بيدي طعم خطير جدا، لو لسه ما جربتوش لا جربوها هيعجبكم قوي. حطيت توم باودر، بصل باودر، بابريكا مدخنه، ممكن شطه بس انا مش هحط شطه، هحط حاجه تانية هتشوفوها معايا دلوقتي. مرق الدجاج، لو في حاجه من البهارات اللي انا بستخدمها انتوا ما بتحبوهاش ممكن ما تحطوهاش عادي خالص، ممكن تحطوا حاجه انتوا بتحبوها تانية مفيش اي مشاكل. معايا حبهان مطحون، ده هحط ربع معلقه او نص معلقه، ولو في كمان ورق لوري او غار مطحون حطه، وهحط رشه جوز الطيب بتاعتي المعتاده الناس كتيره بتتشكل عليها يا جماعه بس معلش استحملوني. ومعلقه صلصه كبيره، عايزاكم تجربوا التتبيله دي خطيره هتعجبكم قوي ان شاء الله. ومعلقه كبيره هريسه شطه، دي بقى بديل الشطه، لو انتم مش متاح عندكم ممكن تحطوا شطه، ممكن ما تحطوش خالص. ومعلقه كبيره باربيكيو بتدي زي تدخينه كده خطيره قوي. نص معلقه توم مهروس، وصويا صوص. تمام كده، هي دي التتبيله بتاعتي الخطيره. بس هحط كمان خل وزيت، وهحط عصرة ليمون. انا حطيت ليمونة كاملة، انتوا ممكن تحطوا نص ليمونة، ممكن تستغنوا عنها، بس بصراحة بتدي مزازة حلوة قوي. بصوا بقى، قلبوا بقى، وبصوا مش عايزة اقول لكم التتبيلة دي خطيرة، ريحتها كده بس خطيرة جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم عايزين تشووا فرخة زي ما هي فرخة كاملة وتعملوا لها التتبيلة دي خطيرة جدا. زي ما انتوا شايفين طبعا غسلة الفراخ بتاعتي كويس قوي وعاملة لها تفتيحات. تمام كده. عايزين فراخ مخلية من العظم تعملوها برضو صدور او وراك، هتبقى جميلة ولذيذة برضو، المتاحة عندكم مفيش اي مشاكل. عملت معاكم تتبيلات كتيرة قوي للفراخ، وعملتها معاكم في القلاية الهوائية. رجعوا شوفوا كل تجارب القلاية هتلاقوها عندكم في القناة، فيها قائمة لوحدها فيها حاجات كتيرة جدا هتستفادوا، هتعجبكم ان شاء الله. هنا تبلت الفراخ، عايزين بقى تسيبوها ليلة كاملة، ساعة ساعتين براحتكم، بس انا لحد ما اقطع الخضار بتاعي انا تبلتها، يعني قعدت معايا ربع ساعة تقريبا بس بصراحة ادت طعم حلو قوي. هنا بقطع البطاطس تخينة شوية، عشان طبعا انتوا عارفين الفراخ هتاخد سوي شوية. تمام كده. وهقول لكم هعمل ايه، يعني انا هحط بطاطس في الصينيه وهكملها معاكم بطريقه تانية. تمام كده. هقطعها كده صوابع تخينه، عايزين تقطعوها مكعبات اللي يريحكم واللي انتوا حابينه، عايزين تحطوا معاها خضار تاني برضو اللي انتوا حابينه. معايا بقى فلفل اخضر زي ما انتوا شايفين بقطعه كده بالطول برضو. اي خضار انتوا حابين تحطوه، اللي انتوا حابين تحطوه حطوه. عايزين مثلا تحطوا معاها بسله، جزر، فاصوليا، كوسه، هتبقى برضو جميله قوي. وهي صينيه خطيره بريحتها، مش عايزه اقول لكم والله كانت خطيره جدا. بس انا عايزاكم تجربوا التتبيله دي وترجعوا تقولوا لي في الكومنتات رايكم ايه، وقولوا لي برضو اتغديتوا ايه النهارده، عشان حيرة كل يوم، احنا كل يوم بنحتار هنتغدى ايه يا اولاد النهارده. اي حاجه هي اي حاجه دي، فربنا يعيننا جميعا ويحسن ما بين ايديكم ويوسع عليكم وعلينا اللهم امين، ويرزق كل واحد اللي نفسه فيه واللي بيتمناه يا رب. معايا كمان فلفل اصفر اللي هو الفلفل الالوان بقى، انا عملت احمر واخضر واصفر. تمام كده عشان تبقى مديها بهجه كده. هتشوفوا الصينيه دلوقتي كلها الوان وتفتح النفس بجد. دي بقى ممكن تبقى في عزومه على السفره كده، صينيه محطوطه خطيره وهتشرفكم ان شاء الله. معايا كمان طماطم. تمام. هقطعها برضو بالطول كده زي ما انتوا هتشوفوا.
هي بصوا كلها خضار وكلها فايدة، فزي ما قلت لكم انتوا ممكن تحطوا كمان خضار تاني لو انتوا حابين، اللي يريحكم اعملوه. متنسوش بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش اللايك الجميل زيكم وكومنتاتكم الحلوة، ومتنسوش تقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. وطبعا بشكر اي متابع جديد، شرفتوني ونورتوني في قناة المتواضعة. هقطعوا بقى الكمية اللي انتوا حابينها واللي انتوا عايزينها على حسب بقى الصينية وعلى حسب عدد الأسرة، وربنا يوسع عليكم وعلينا يا رب. تمام كده. هقطع بقى كل الكمية اللي معايا زي ما انتوا شايفين، وتعالوا بقى نحط في الصينية الخطيرة او نرص في الصينية الخطيرة. معايا بصل ممكن تستغنوا عنه، بس بصراحة فرق قوي في الطعم. انا هحطه فرشة كده من تحت الصينية، بس الصينية دي هتلاقيها صغيرة معايا فهغيرها دلوقتي معاكم. هقطع بقى البصل بتاعي، ممكن زي ما قلت لكم تستغنوا عنه، جوانح، حلقان، جوليان، على حسب ما انتوا حابين حطوه. طبعا هتبله من التتبيلة عشان يبقى كله شارب من بعضه. تمام كده زي ما انتوا شايفين، خطيرة ريحتها خطيرة. انزلوا حطوا لي لايك بقى الجميل اللي زيكم عشان الصينية الخطيرة دي. هحط بقى الفراخ كده، وهبدأ احط جنبها هرص بقى الخضار بتاعي، البطاطس. طبعا برضو كل حاجة انا بحطها بحط لها التتبيلة زي ما قلت لكم عشان يبقى كله شارب من بعضه. تمام كده. رصوا بقى بالطريقه العاديه، عايزين تحطوا البطاطس من تحت والفراخ من فوق، الرصه دي براحتكم، بس احنا هنعملها بشكل جمالي زي ما قلت لكم. تنفع قوي لو في بقى عندكم عزومه وكده، هتحطوها على السفره، هتدي شكل جمالي وتفتح النفس، وزي ما بنقول كده العين بتاكل قبل البق. فبصراحه خطيره قوي، هتعجبكم قوي، والتتبيله خطيره. هنا بقى زي ما انتم شايفين طبعا الصينيه ما خدتش كميه البطاطس كلها، فانا هعملها معاكم دلوقتي بطريقه حلوه قوي، عملتها معاكم اصلا قبل كده. هحط بقى طبعا الذره بتاعي او السويت كورن زي ما بنقول دلوقتي وطبعا هتتبله من التتبيله. كان خطير احلى حاجه في الصينيه، انا بصراحه بحبه جدا. عملته برضو معاكم في القلايه الهوائيه، ارجعوا هتلاقوا كل تجارب القلايه فيها حاجات كتير قوي. وهحط بقى طبعا الفلفل بتاعي الالوان والاخضر. بصوا هتلاقوها دلوقتي صينيه ملونه ومبهجه وتفتح النفس، جميله جدا. عايزاكم تجربوا، ترجعوا تقولوا لي في الكومنتات. بس هرصها بقى، رصوها زي ما قلت لكم بالطريقه اللي انتوا تحبوها. تمام. وكل حاجه انا بحطها بحط عليها التتبيله بتاعتي. تمام كده. وهبدا احط برضو الطماطم، يعني رصوها بقى زي ما انتوا حابين. عايزين ترصوها بطريقه تانية، عايزين تعملوا زي ما انا بعمل. بصوا مبهجه ازاي، فظيعه قوي، يعني هي لوحدها كده ان هي عايزه تتاكل. هغطيها بورق فويل او ورق حراري او ورق قصدير على حسب ما بتقولوا عليه. وكنت مشغله الفرن بتاعي، لازم تدخل على فرن سخن، بسيبها اول ربع ساعه على درجه عاليه. تمام. وبعدين بهدي النار معايا. هنعمل معاها رز بالشعريه، ممكن تعملوا جنبها رز بسمتي، رز ابيض، عايزين تعملوا جنبها مكرونه، اللي انتوا حابينه. حطيت الزيت بتاعي وحطيت الشعريه، ولما اتحمرت معايا كنت غاسله الرز وحطيته. طبعا الرز ده على حسب الكميه، وكل كوبايه رز بتاخد كوبايه ميه. وطبعا تخلي بالكم من الملح، وبسيبه على نار عاليه لحد ما يتشرب. ولما يتشرب بحطه على الشياطه او نار هاديه. تمام كده. بقيت البطاطس حطيت عليها ميه مغليه وسبتها شويه لحد ما طرت معايا، وتبلتها ببقيه التتبيله هي والفلفل، وحطيتها في القلايه الهوائيه. ارجعوا شوفوها، انا عاملاها الفيديو لوحدها، كانت خطيره قوي هتعجبكم ان شاء الله. تعالوا بقى شوفوا الصينيه، جميله خطيره هتعجبكم. عايزاكم تجربوا وترجعوا تقولوا لي بجد تحفه. البطاطس مستويه، الفراخ مستويه، كل حاجه الحمد لله مستويه. وهنا الرز بالشعريه زي ما قلت لكم، ممكن تعملوا اي نوع رز انتوا حابينه. بصوا البطاطس كانت دايبه، والفراخ والسويت كورن كله كان جميل وتحفه قوي. والبطاطس اللي كانت في القلايه جميله جدا. هستنى رايكم واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.